السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم البنات جايه لكم عاوتاني بالجديد وبيعني شي حاجه اللي غادي تعجبكم وغادي تعجبكم بزاف بزاف. انا كما وعدتكم قلت لكم هاد الايامات انا عندي جالسه كنعالج في شعري، واي حاجه درتها راني واي حاجه يعني مجرباها هي اللي غادي نحط لكم، ما نحطش لكم شي حاجه ما مجرباش. كما قلت لكم ديما كنقول لكم يعني الحاجه اللي جربتها راه وعجباتني كنكمل وكنديرها وكنجي نحطها معاكم. اما لما عجباتنيش راه ما غاديش نحطها، وشحال من وصفات راه تنجربهم ملي ما كيعجبونيش ما كنحطهمش وما كنعمرش بهم راسي اصلا، صافي كنحيدهم ما نعاودش نحطها. هذه البنات حنا الوصفه مجربه وماشي غير عليا انايا، مجربه ان شاء الله على البنات بزاف. وناجحه 100% مليون في المية ناجحه هذه الوصفه. كنتمنىكم تجربوها، هذه الوصفه راها زوينه للشعر وزوينه بزاف وما عندها حتى شي ضرر. ما شاء الله يعني راها زوينه بزاف 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 ماشي غير شويه. ملي كتشوفوني كثرت بزاف بزاف عرفوها راها زوينه بزاف. كتكثر الشعر، كتطولو، كتهديه بحال هكا. كاين الناس اللي عندهم دوك النفشات او الشعر ملي كيتغسل كيتنفخ. كما قلت لكم كطولو، كتكثرو، كتوقف التساقط وكتعطي واحد ما شاء الله واحد الفوليوم زوين للشعر. او هذا الشيء اللي فيها البنات كامل، يعني ما كاينش شي حاجه غاليه وما كايناش شي حاجه ما كايناش وما كاينش شي حاجه غريبه، حيت شحال من وصفه بصراحه كتكون شي حاجه غريبه فيها بزاف ديال الناس ما كيلقاوهاش. بحال دابا الوصفه ديال الجرجير ملي درتها لكم، الناس اللي عندي ديال شحال هذه راه عارفه الوصفه الجرجير. بزاف ديال الناس اللي قالوا لي حنايا ما لقيناش الجرجير، ما كاينش، ما لقيناش، ولكن راه كاين البنات في المغرب، كاين غير بزاف ديال البنات اللي قالت قلبنا عليه وما لقيناش. هادشي علاش يعني تنقول خليني نجيب لكم الحاجه اللي هي ضروري، اللي هي موجوده في اي بلاصه وغادي نتلقاوها يعني في جميع البلدان، في جميع المدن، في جميع العطارات، في جميع كل شيء. هادشي علاش يعني بزاف كما قلت لكم بزاف ديال الوصفات غريبه، ولكن كاين الحاجه اللي ما كتلقاش ما كنبغيش نحطها عاود. ولكن ماشي مشكل، مره اخرى ان شاء الله اللي قلب على اي حاجه راه كتلقى. كما قلت لكم الجرجير راه كاين. بزاف ديال البنات اللي بعدا تواصلات معايا وحده من كازا قالت لي كاين لقيته، وبزاف ديال البنات اللي قالك ما لقاوهش ما عرفتش علاش، ما عرفتش، وهو كاين يعني كاين، انا متاكده كاين. انا ثاني الوصفه ديال الجرجير جلسنا كنهضروا عليها حيت هذيك الوصفه عاوتاني هي زوينه. يا ريت الناس اللي جربوها راه ما كلشي كيهضر عليها. صافي هادشي اللي عندنا البنات. نقول لكم شنو المكونات ديالنا هنايا اللي هما باينين ومعروفين، اللي هما كما قلت لكم كل شيء كاين عندنا في الدار. كل شيء ممكن تجيبي حاجه يعني تجيبي واخا غير حاجه بسيطه من عند العطار، يعني شويه 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 شويه، راه ماشي شي حاجه غاليه. كل شيء موجود الحمد لله. وهاد الوصفه كما قلت لكم كتطول الشعر وكتكثرو وكتوقف ليه التساقط كيوقف. يعني الاسبوع الاول كتلاحظي الفرق بزاف ماشي غير شويه. الفرق من الاسبوع الاول كتحسي بالتساقط بدا كيحبس، ما بقاش داك التساقط بزاف. يلا نخليكم معايا قلت عليكم البنات خليكم معنا في المكونات. هنا عندنا اليازير اللي هو هذا، اللي عندها خضر تحطوا خضر، واللي عندها اللي ما بقاتش هكا تجيبوا هكا يابس حتى راه زوين. عندنا هنايا البذور البصل اللي زريعه البصله، وعندي هنايا الزنجلان اللي هو السمسم، وهذا القرنفل. كاين ناس كتقول له المسمار، كل واحد كاين تيقولوا له القرنفل، كل واحد وشنو. وعندي هنا 3 درويصات ديال الثومه، وعندي اديري نص ديال البصله الا كانت كبيره، كانت صغيره وانا عندي صغيره درتها كامله. هادشي اللي كاين فيها. وغادي نحتاجو واحد البخاخ اللي هو هذا، غنحتاجو بخاخ، وغنحتاجو شي حاجه اللي غادي اما تغليوه فيها يا اما تحطي عليها غير الماء سخون وتخليه. يلا خليكم معايا هادشي صافي. وكنحتاج كاس كبير
كاس كبير د الماء. انا جايبه الماء مغلي البنات، ها هو الماء مغلي، حيت ما غاديش نغليها، غنخليها هكايا حتى الصباح. وكاين بزاف اللي كيغليها، انا ما غاديش نغليها، ما غاديش نطبخها زعما. انا عندي هنا كاس الماء مغلي، كاس كبير. المقادير ديال هذا شحال يعني، كل حاجه درت معلقه 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 معلقه، يعني معلقه ديال اليازير اللي هو كليل الجبل، معلقه ديال البصله ديال بذور البصل، معلقه ديال السمسم اللي هو جنجلان، معلقه ديال القرنفل، معلقه صغيره د القرنفل، ما كنكثروش القرنفل بزاف. وكاين اللي كيدير فيها الحرمل كينشف الشعر، ما كنبغيش نديرو انا بزاف. وكاين اللي كيديروا، الا بغيتي ديري غير شي حبات شويه ماشي بزاف. انا غادي ندير منه دابا شويه، شي واحد الحبات قلالين ماشي بزاف، حيت هو كينشف الشعر. كما قلت لكم اللي بغا يديروا، ولكن انا غندير غير شويه، واحد الحبيبات صغارين هكا. ها شفتوا، غندير غير شويه، اقل حاجه هو اللي غندير غير شويه، ما نديرش بزاف، حيت هو كما قلت لكم كينشف الشعر. ما كنديرش. ممكن في الزيت ماشي مشكل، في الزيت كنرميوه في الزيت ماشي مشكل. صافي كما قلت لكم معلقه بلاتي هذه نهرسها. صافي هنايا هادو كاملين معلقه. خليكم معايا نهرسها او نقطعها الثومه، او كتشرحيها غير هكا، الثومه بقشورها، البصله بقشورها. الا بغيتي ديري غير القشور ديال البصله، ديري غير القشور ديال البصله. المهم راه هادو كاملين تحصلوا على الفرق، يعني غتشوفوا الفرق. الاسبوع الاول غتشوفوا الفرق، كاين واحد الفرق كبير ماشي غير شويه من التساقط. غيوقف كيتوقف داك التساقط البنات نهائيا، ما كيبقاش داك التساقط، ما كيبقاش يعني. هنايا عندي انا الماء سخون كما قلت لكم، سخون. هانتوما كندير كاس كبير. الا بغيتي، اللي بغات تغليها، اللي ما بغاش تغليها حتى هكايا كنخليوها غير بالماء السخون، وكنغطيوها حتى الصباح، كنغطيوها حتى النهار الاخر، كتبقى هكا. بغيتي تغليها غير تبدا تطلع فيها ديك الغليه، يلا تبدا تطلع ديك الغليه، اطفي عليها، يعني ما تخليهاش تغلي بزاف، تطبخ بزاف، يلا تبدا تطلع ديك الغليه. ما كنتي بغيتي تحطي فيها غير الماء سخون هكايا وتخليها حتى الغد ليه في الصباح، خليها حتى الغد ليه في الصباح. صافي كتجيبي البخاخ ديالك، اي رشاشه عندك، اي بخاخ عندك في الدار، كتجيبيها وكتصفيه مزيان باش هذوك الحبوب. صافي كما قلت لكم كنصفيوه، كناخذوا غير الماء ديالو. الا بغيتي تزيدي معاه اي قطره الزيت زيدي معاه ماشي مشكل، اي قطره الزيت تبغي تزيديها معاه زيديها، ما بغيتيش تزيديه راه غير هادشي مكفي. ومن بعد ندير لكم الزيت ديال هاد الشوبنيت نفسه، او شي زيت اخر اللي غادي نديرو. انا كما قلت لكم اي حاجه اللي درتها انتم معايا، اللي غنحطها على شعري على بشرتي انتم معايا. والبنات جربوا هاد الوصفه، والله العظيم راها زوينه بزاف، ما غاديينش تندموا عليها بصراحه. كتعطي كتحسي بواحد، يعني راها ناجحه المليون في المية. ما نقولش لك 100%، راها ناجحه المليون في المية، راها زوينه بزاف. غير جربوها وردوا عليا بلا ما تعكزوا، حيت ما كايناش فيها شي حاجه غاليه، وما كايناش فيها شي حاجه كثيره، يعني داكشي اللي فيها راه بسيط وراه زوينه، وراها يعني راه الوصفه هذه راه ناجحه المليون في المية. صافي البنات هذه هي سخون. صافي البنات هذه هي الوصفه ديالنا اللي كانت عندنا اليوم، وغادي نبداو ان شاء الله كل نهار. كما شحال من مره كنديروها 2 مرات، ديرها في الصباح، مره في الصباح ومره في الليل، وبخي يعني رشي على شعرك من الجذور وانت هابطه الاخر، من الجذور وانت هابطه الاخر ديما. وهذه واخا ديرها في الجذور راها مزيانه للشعر، حيت شناهي الحاجه اللي ما كنديروش في الجذور البنات. من بعد او غنهضر لكم دابا نيت على الزيوت اللي ما كنحطوش في الجذور، والزيوت اللي كتحرق لنا الفروه ديال الراس. هي احنا كنستافدوا من البصله ومن الثومه هكا في الماء احسن من الزيوت ديالهم. اللي كدير البنات اللي كدير زيت البصله او زيت الثومه ما تبقاوش ديروه، راه غير كيحرق لنا غير الفروه ديالنا والبصيله ديالنا كتحرق، وبالعكس ما كنستافدوش منها.
كنقول لكم البنات بالنسبه اللي كيمشيو يشريو الزيوت ديال الثوم وديال البصله ما ديروهمش في الفروه ديال الشعر، وما ديروهمش. شوفوا البصله والثوم نستافدوا بهم هكا، الماء ديالهم حسن من الزيوت ديالهم. الزيوت هادو كيتعتبر حتى زيت الزيتون تا هو راه حار على الفروه ديال الراس، ولكن الا كان بكر اللي هو مسوس ما فيهش الملح تيكون يعني هين على الفروه وعلى الشعر، تيكون زوين ماشي مشكل. اما متى تكون فيه الزيت العادي، زيت الزيتون العادي اللي كناكلو او اللي كنطيبوا به، هذاك حتى هو اللي حطيناه على الشعر حتى هو كيحرق الشعر وكيحرق لنا البصيله ديال الراس اللي هي الفروه. يعني هاد 3 زيوت حارين على الفروه ديال الراس، ما كننصحكمش بيهم. بالخصوص الثومه والبصله ما نحطوهمش نهائيا، نحطوهم هكا الماء ديالهم كنستافدوا منه احسن من الزيوت. هادشي اللي كاين البنات. يلا ديال الوصفه ديالنا، وبسلامه عليكم. ونخليكم اللي باقي ما دارش ابوني دير ابوني، وشكرا على التعليقات الزوينه ديالكم، وانا معاكم هاد الايامات ان شاء الله. هاد الايامات كامله معاكم في الماسكات وفي الخريجات واي بلاصه مشينا راه نتوما معايا، مرحبا بكم. والوصفات راه ما غاديش نبخل عليكم وما كنبخلش عليكم، ومازال غنجيب لكم الوصفات الغريبه العجيبه ان شاء الله، المغامرات، الوصفات اللي ما كينجحوش حتى هما ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله غندير لكم شي فيديو على الوصفات اللي ما ننصحكمش بهم ديروهم، غادي نديرهم لكم وباقا كنواعدكم بهم ان شاء الله. وصافي كما قلت لكم هذا غنخليه حتى الصباح، غادي نكبه في البخاخ وغادي نتوكل على الله، وغنبقى نطبخ 2 مرات في النهار، مره في الصباح مره في العشيه. وصافي هذه الوصفه ديالنا، وشكرا يا البنات، وشكرا بزاف ليكم، وبسلامه عليكم.